خاصة لتألق المدربين المغاربة وإثبات جدارتهم، وهو ما يؤكد قوة المدرسة المغربية في التدريب. كما ذكرت، وصل إلى المباراة النهائية مدربان مغربيان، وهما جمال السلامي الذي قاد المنتخب الأردني، وواجه المنتخب المغربي الذي قاده أيضا مدرب مغربي، في إشارة إلى المدربين الذين أثبتوا أنفسهم في البطولة. هذا الإنجاز هو فخر للكرة العربية والمغربية. المدرب المغربي جمال السلامي يقود الأردن إلى نهائي كأس العرب في مواجهة المنتخب المغربي. هذا صحيح تماما. إنها مواجهة تاريخية بين جيلين من المدرسة الكروية المغربية، وكما ذكرت فإن جذورهما الكروية القوية في الأندية المغربية العريقة تساهم في صقل تجربتهما التدريبية. إليك المزيد من التعريف بمسيرة المدربين جمال السلامي وطارق السكتيوي، خاصة في سياق هذا الإنجاز. جمال السلامي وطارق السكتيوي. قمة التدريب المغربي. تعتبر هذه المواجهة النهائية في كأس العرب بين المنتخب الأردني بقيادة جمال السلامي والمنتخب المغربي الرديف بقيادة طارق السكتيوي تأكيدا لام الصحوة والمكانة المتقدمة التي وصل إليها المدرب المغربي إقليميا وقاريا. المدرب جمال السلامي طارق السكتيوي المنتخب في نهائي كأس العرب علم الأردن المنتخب الأردني، النشامة علم المغرب المنتخب المغربي الرديف، أسود الأطلس جذوره الكروية دائرة خضراء الرجاء، البيضاوي الدار البيضاء دائرة صفراء المغرب الفاسي فاس. إنجازات سابقة بارزة. كأس أفريقيا للمحليين شن 2018 مع المنتخب المغربي المحلي. حقق نتائج مميزة كلاعب في الدوريات الأوروبية. تعليقهما على النهائي وصفها بأنها تحمل مشاعر أخرى وأجواء أخرى، كونه سيواجه منتخب بلاده وصديقه. أكد أن بلوغهما معنا النهائي يؤكد الصحوة التي تشهدها كرة القدم الوطنية، وأن لا شيء يأتي من فراغ. ملحوظة خاصة: نجح السلامي في قيادة الأردن إلى النهائي لأول مرة في تاريخ مشاركاتها بالبطولة. المدربان تزاملا سابقا في الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني المغربي كلاعبين. هدف يفرح قلب الوطن.